أخبار ماروكو 21. الخبر اليقين في الوقت والحين. مرحبا بكم متابعي قناة أخبار ماروكو 21 في كل مكان. كشفت معطيات جديدة أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ألقت القبض مساء الاثنين على 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية قتل وحرق شرطي الرحمة. وأوردت المصادر نفسها أن الموقوفين من رجلين وامرأتين تم القبض عليهم بالجهة الشرقية للمملكة، وتحديدا مدينة السعيدية، وذلك على خلفية الأبحاث التقنية التي بشرتها مختلف الأجهزة الأمنية التي تحقق في هذا الملف. ووفق مصادر مطلعة، فقد تم نقل الموقوفين الأربعة من السعيدية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع إبراهيم الروداني بمدينة الدار البيضاء تحت حراسة أمنية مشددة. في نهاية هذا الخبر، لا تنسوا الاشتراك في قناة أخبار ماروك 21 وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.